J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national rigoureux et compétitif. بهذه الكلمات نهار 2 6 يناير 2025 أعلن جوستن ترودو رئيس الحكومة الكندية على الاستقالة ديالو من منصب زعيم الحزب الليبرالي ورئيس الوزراء بعد ما قضى قرابة ديال 10 سنوات في السلطة. ترودو اللي عنده 53 عام صرح بأنه غادي يبقى في المسؤولية حتى يختار الحزب الليبرالي القائد الجديد ديالو. هذه الاستقالة اللي جات من بعد ضغوطات متزايدة من داخل الحزب، خاصة بعد الاستقالة ديال نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية كريستينا فيرلاند في ديسمبر اللي فات، وديجا درت لكم واحد لابتيت فيديو على هذا الموضوع بسبب الخلافات اللي كانت حول السياسات المالية وكيفاش تعامل ترودو مع التهديدات التجارية اللي كانت من طرف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واللي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من كندا. الحاجة اللي كانت ثارت الانتباه ديالي في الندوة الصحفية ديال ترودو واللي الما ماركي فريمون هي ملي قال هاد البلاد خاصها اختيار حقيقي في الانتخابات الجايه، ولا واضح ليا باللي الا كنت غادي نحارب وغادي يكون عندي معارك داخليه ما نقدرش نكون الخيار المناسب في الانتخابات. وهاد الكلمات كتبين اكيل بوين ترودو كان كيعاني بالاضافه المعارك اللي كان كيعيشها والمواجهات اللي كانت عنده مع الأحزاب المنافسة خصوصا البارتي كونسيرفاتور الحزب المحافظ، فكان أيضا عنده معارك داخلية مع ناس من داخل الحزب، الشيء اللي صعيب أنه يتكونسنتر على السياسة، ما كيبقاش حر في تعامله وحر في تصرفاته. بصفة عامة الإنسان ما تيبقاش قادر يرياجي وما تيبقاش عارف كيفاش يرياجي، وطاح ترودو في هادشي لان واخا ما عرف شنو غادي يدير الانسان في الفيد ديال انه ما تيبقاش يعرف يتصرف، وهادشي اللي وقع ليه للاسف، وقال انه ما بقاش قادر يخدم في دو تيل كونديسيون تو سامبلومون. من بعد الاعلان على الاستقاله طلب الزعيم ديال الحزب المحافظ بيير بوالييفغ باش يديروا انتخابات مبكره، حيت الانتخابات نورمالمون العامه خاصها تدار في اكتوبر 2025. بوالييفغ قال ان الاستقاله ديال ترودو هي محاوله من الحزب الليبرالي باش يحميوا ريوسهم من الخساره في الانتخابات، ودعا الكنديين باش يختاروا حكومه جديده تقدر تواجه التحديات الحاليه. غير باش تعرفوا راه حسب استطلاعات الراي بوالييفغ هو اللي غادي يديها في الحكومة القادمة. في الموازاة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زاد الطين بلة بالتصريحات المثيرة ديالو، حيث اقترح أن كندا تولي الولاية 51 للولايات المتحدة، وهذه راه كان ديجا فات قالها، واليوم كان التصريح الثالث اللي عاودها، وقال أن الاندماج غادي يخلي الضرائب تنخفض والحماية تزيد ضد التهديدات الروسية والصينية. وهنايا بداو تياخذوا الهضره ديالو على محمل الجد. يمكن هو في الاول لاحظ غير باش يضحك، ولكن كيفاش شاف لي رياكسيون دابا بدا تيزيد تيورك عليها. المهم الاستقاله ديال ترودو حلت البيبان قدام تكهنات حول المستقبل ديال السياسه في كندا. واش غادي يكون زعيم جديد للحزب الليبرالي قادر يعيد ثقه الناخبين قبل من الانتخابات، او لا واش غادي تكون انتخابات مبكره في ظل هذه الاضطرابات السياسيه؟ اعطوني الاراء ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وغنرجع لكم في فيديو قريب على هذا الموضوع. خليتكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.